كشف رئيس فرع المحامين بتونس الأستاذ العروس صقير أثر تدخله في إحدى الإذاعات عن التهم الموجهة إلى المحامية ورئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد إيقافها ونقلها إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة. وأوضح صقير أنه تم توجيه 3 تهم ضد رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي الاعتداء المقصود منه وإثارة الهرج بالتراب التونسي، معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، تعطيل حرية العمل. وأضاف صقير بأن هذه الإحالات خطيرة جدا، والجريمة الأولى خاصة المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة. أما بخصوص الإجراءات التي سيتم اتباعها في شأن رئاسة الحزب الدستوري الحر، فقال صقير: سيتم مبدئيا سماع عبير موسي أمام قاضي التحقيق، باعتبار أن المحامين لا يقع سماعهم أمام باحث البداية سواء أعوان الضابط العدلية أو مركز الشرطة. وأضاف أنه سيقع في غضون 48 ساعة عرض عبير موسي على المحكمة وفتح بحث تحقيقي في شأنها ليتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين وفق تصريحه. وأكدت أيضا مصادر مقربة إعلامية بأنه تم نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى مركز الإيقاف ببوشوشة، حيث تم الإذن بالاحتفاظ بها بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حسب ما أفاد به نافع العريبي محامي عبير موسي في تصريح لإحدى الإذاعات. وقال ذات المصدر بأن دفاع موسي لم يتمكن من الدخول لزيارتها، لافتا إلى أن ممثل فرع المحامين بتونس دخل إلى مركز الأمن الموقوف فيه عبير موسي وأعلمهم بهذا القرار. وللتذكير فقد كان تم عشية الثلاثاء نقل عبير موسي إلى مركز الأمن بحرق الوادي بعد توجهها إلى مكتب الضابط برئاسة الجمهورية لإيداع مطلب طعنة في أوامر رئاسية، حيث تم رفض قبول المطلب وفق ما وثقته موسي في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وقد علم من مصادر موثوقة أنه تقرر إحالة عبير موسى صاحبة قيادات أخرى بالحزب الدستوري الحر على أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقهما حول ما هو منسوب إليهم حسب نص الإحالة الصادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويأتي ذلك من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. وحسب ذات المصادر فقد علم أن الوكيل العام قرر إحالة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر على التحقيق وإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية لتعيين التحقيق وعلام فرع تونس بالإحالة، مع إضافة طلب آخر وهو مطالبة الفرع باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدها التي قد تكون إيقاف مؤقت عن العمل وتصل إلى حد منعها من ممارسة مهنة المحاماة.